انت عارف ان تاثير مبيد باقي الفراش ممكن يتغير حسب السطح اللي اترش عليه. تعال اشرح. المبيد بعد ما يترش وينشف بيفضل جزء منه موجود على السطح، والحشره لما تعدي على السطح ده بتتعرض للماده اللي موجوده عليه. بس الابحاث بتقول ان مده بقاء الماده وفعاليتها مش بتكون واحده على كل الاسطح. يعني الحيطه اللي مدهونه مش زي المحاره، والخشب مش زي القماش، لان في اسطح مساميه بتمتص جزء من المبيد وتبقى كميه اقل للحشره فوق السطح، وفي اسطح تانية بتخلي جزء اكبر من الماده يفضل موجود ومتاح لفتره اطول. عشان كده لما مبيد يدي نتيجه كويسه في مكان معين ونتيجه اضعف في مكان تاني، مش لازم اول استنتاج ان المبيد ده ضعيف او ان الماده اتكسرت بسرعه. ممكن ببساطه طبيعه المكان اللي اترش عليه الماده هي اللي كانت عامل اساسي في اختلاف فعاليه الماده. يعني السطح اللي اترش هو اللي قلل من فعاليه المبيد، ودي نقطه مهمه جدا في باقي الفراش بالذات، لان احنا في اصابه باقي الفراش بنتعامل مع اسطح مختلفه، اقمشه، حوائط، اخشاب، وكل سطح بيتعامل مع المبيد بطريقه مختلفه. عشان كده اختيار المبيدات مش بس ماده فعاله، يعني الماده دي قويه ولا لا، لازم كمان تسال الماده دي هتترش على انهي سطح، وهل اصلا ينفع ارش الماده دي على السطح ده ولا لا. لان اوقات كتير قوي ضعف النتيجه بيبقى بسبب طبيعه المكان مش بسبب الماده الفعاله. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن مبيدات الحشرات تواصل معانا.